الفيلم بيبدأ من 50 سنة فاتت. نيزك كبير عدى من جنب كوكب الأرض وطلع منه طاقة خضراء غريبة. في نفس اللحظة دي كان في مجموعة أصحاب عاملين سباق عجل، والمنافسة النهائية كانت بين واحدة اسمها انفوريو وأخوها الكبير أنطون. أول ما السباق بدأ أنطون طار لقدام وساب انفوريو وراه، بس هي عملت كل اللي تقدر عليه علشان تلحقه. أنطون لما شاف أخته بتقرب منه قام مشغل منشار وقطع عجلة أخته نصين، وده خلاها تقع في نص طريق. كان باين إن أنطون كسب السباق خلاص، لحد ما البنت شافت ضباب أخضر غريب طالع من النيزك ودخل جوه جسمها، كأن في قوة مش معروفة سيطرت عليها. انفوريو قدرت ترجع قطع العجلة بتاعتها لبعضها تاني وتكمل السباق، وبقت بتبدل بسرعة أسرع من أي وقت فات. وأول ما أنطون قرب من خط النهاية أخته اندفعت بسرعة الصاروخ وزقت العجلة بتاعته ناحية التل. ده خلى الولد اللي هو أخوها يلف حوالين نفسه ما يعرفش يسيطر على العجلة، وخبط في باب الجراج. صاحبه أولاف جري عليه عشان يلحقه، لكن انفوريو ظهرت وهي أقوى بكتير بفضل طاقة النيزك، وقالت لأخوها إن من دلوقتي لازم يسمع كلامها. نيجي بقى لدلوقتي لما أنطون كبر وبقى عالم، واختراعه الجديد هو آلة تقدر تمتص طاقة النيزك اللي هي ادت أخته قوتها زمان. وعلى حسب حساباته فالنيزك ده بيعدي من جنب الأرض كل 50 سنة بالظبط، ولو كل حاجة مشيت تمام أخيرا هيقدر ياخد حقه من انفوريو. أما بالنسبة بقى لانفوريو أخته بقت شريرة خارقة لابسة بدلة تكنولوجيا عشان تخبي شخصيتها، وبتستخدم قوتها عشان تعمل جرايم. أنطونيو متأكد إن كل ده هيخلص قريب جدا، خصوصا إن النيزك عمال يقرب أكتر وأكتر من الكوكب. وفي نفس الوقت ده في ولد اسمه ويل كان مستني بفارغ الصبر أخوه الصغير تشارلي يتولد، وهو مستني كان بيسجل حياته في فيديوهات بيبين فيها مامته اللي بتكتب كتب وأبوه الضابط وأخته الكبيرة ويرا. كمان الولد ده بيحب قوي قصص الأبطال الخارقين، وبيحكي لنا عن حياته في المدرسة اللي على طول بيتضرب ويتمرمط على ايد شلة بلطجية، ولكن لحسن الحظ أبوه دايما بينقذه من المواقف دي وبيشتغل بجد عشان يحارب المجرمين في المدينة. وآخر قضية كان ماسكها كانت عن شريرة متنكرة، لكن بالرغم من كل مجهوده ده أبوه لسه معرفش مين هي، والبنت دي طبعا هي انفوريو. تاني يوم الصبح ميعاد ولادة تشارلي جه، والعيلة كلها جريت على المستشفى. وفي نفس الوقت ده في حتة تانية في المدينة أنطون وأولاف كانوا مستنيين النيزك، وأول ما شافوه بيعدي في السماء أنطون حاول يشغل الآلة عشان تمتص طاقته، لكن الجهاز ما اشتغلش، ولسبب مش معروف النيزك غير اتجاهه وعدى قدام شباك في المستشفى. وفي نفس اللحظة دي ويل وعيلته كانوا بيحتفلوا بوصول تشارلي، وسابوه ينام في سريره من غير ما ياخدوا بالهم ان البيبي لسه ممتص طاقة النيزك دي كلها. بنرجع للمختبر. أنطون متعصب جدا ان اختراعه فشل ودلوقتي لازم يستنى 50 سنة تانيين، لكن جاتله فكرة تانية وقرر يعدل الجهاز بتاعه عشان يقدر يمتص طاقة انفوريو نفسها ويبقى هو الشرير الخارق. وتاني يوم ويل كان مستني أبوه يجي ياخده من المدرسة، لكن عدت ساعات كتير وأبوه مش باين له أثر، فويل اضطر يمشي لوحده. وفي الطريق قابل شلة البلطجية اللي لما شافوه لوحده ضربوه علقة سخنة في نص الشارع. لما رجع البيت ويل كانت عينه زرقاء من كتر الضرب، وسأل ليه أبوه اتأخر، بس كله كان مشغول بالبيبي تشارلي. واللي زود همه أكتر هو لما دخل أوضته ويل اكتشف إن حاجته كلها انتقلت لمكتب أبوه القديم، وإن أوضته بقت بتاعة أخوه الصغير خلاص. وكل الاهتمام ده اللي تشارلي كان بياخده خلى ويل مش مرتاح، خصوصا إن تشارلي لسه مولود وما يعرفش يلعب مع أخوه. الولد بيروح يشتكي لأبوه وأمه من الوضع ده، وما بياخدش باله إن البيبي الصغير بدأ يحرك اللعب اللي حواليه بقوة عقله. ولما الليل بيجي ويل بيروح ينام على مرتبة في المكتب القديم لأبوه، وبالصدفة بيخبط ورقة وقعها من على الحيطة. كانت ورقة عن قضية اللص المتنكر. ويل ما بيجيلوش نوم، فبيبدأ يرتب الأوراق دي وبيلاقي نمط معين بيربط بين الجرايم اللي حصلت، وده بيكشف له المكان اللي هيتسرق تاني مرة. ويل بيجري بسرعة عشان يقول لأبوه كل حاجة، لكن أبوه بيكون نايم نوم عميق لأنه سهر طول الليل مع تشارلي. ويل بيزهق وبيتضايق جدا، فبيلم حاجته
وبيقرر ينزل هو اللي يحقق في الجرايم دي بنفسه. بس وهو خارج بيلاقي مامته شايلة تشارلي في عربية البيبي وبتقوله انها لازم تركز في كتابها، فويل بيضطر ياخد اخوه الصغير يتمشى بيه. في نفس الوقت ده انطون بيكون خلص تعديل الجهاز بتاعه وحوله الكرسي يقدر يمتص قوة اي بطل خارق. انطون طبعا كان ناوي يجرب الكرسي ده سرا على انفوريو، لكن اخته بتظهر في المعمل فجأة بعدها بشوية وبتقول انها اكتشفت قوة خارقة جديدة عندها بتوريها لهم، وبتشغل مجال طاقة بيقدر يصغر اي حاجة كده. ان انفوريو خبطت بالغلط في الجهاز اللي عمله انطون وبقى دلوقتي صغير قوي وما ينفعش يستخدم. في نفس الوقت ده في حتة بعيدة ويل بياخد تشارلي للمخزن اللي المفروض الجريمة الجاية هتحصل فيه، واول ما بيدخلوا بيلاقوا مجموعة رجالة لابسين زي الجرسونات وبيسرقوا اجهزة الكترونية. الولد بيحاول يسجل كل حاجة بالموبايل بتاعه، بس تشارلي الفضيحة بيعيط وده بيلفت انتباه الحرامية، فويل بيحاول يخبي اخوه وسط الصناديق، لكن واحد من العصابة بيلمحهم وبيحاول يمسك البيبي، لكن بحظه السيء تشارلي بيستخدم قوته الخارقة عشان يرفع الراجل ده للسقف وبعدين يرميه على الارض وجسمه بيلتوي حرفيا من الوقعة، بس احسن عموما يستاهل. رجالة الشرير بيجروا عشان يشوفوا ايه اللي حصل، بس البيبي بتصحى فيه قوة خارقة اكتر ويبدأ يطلع نور من جسمه، ويستخدم كمان المغناطيس عشان يسحب المدافع الرشاشة من ايد الحرامية. بعد كده حرامي تاني بيظهر وبيحاول ياخد البيبي، بس تشارلي بيرفض وبيطلع موجة تجميد في وشه. الحرامي بيحاول يهرب لما اخر واحد في العصابة بيشوف البيبي اللي عنده قوة خارقة وبيهجم عليه بعربية الويند. وللمرة التانية كده تشارلي بيعرف يخلص من الرجالة بسهولة جدا، بيرمي العربية اللي هي الونش دي بعيد خالص وبيطرد كل الحرامية من المكان. لما المواجهة بقى بتخلص ويل بيكون مندهش من قدرات اخوه اللي بطريقة ما بقى بطل خارق. وفي مكان تاني انطون لسه طبعا محبط ومتضايق ان خطته فشلت للمرة التانية. رجالة انفوريو بيظهروا في المعمل بيقولوا انهم اتهجم عليهم من كائن عنده قوة خارقة وكان حجمه قد البيبي. انطون لما بيسمع الكلام ده بيشك ان طاقة النيزك دخلت في بيبي لسه مولود، فبينطلق للمستشفى عشان يتأكد من شكه. وفي نفس الوقت ويل بياخد اخوه بيرجع البيت، ولما اكتشف ان البيبي بيعرف يتكلم بيجري بسرعة ياخد تشارلي اخوه الصغير لأوضته القديمة اللي هي مكتب ابوه دلوقتي عشان اهله ما يعرفوش سر قوته. واول ما بيوصلوا هناك ويل بيستخدم خبرته في قصص الكوميكس عشان يعلم تشارلي يعني ايه بطل خارق وليه لازم يخبي الموضوع ده كسر. في الاول ويل كان متحمس جدا انه يعمل لستة بكل قوة اخوه، بس قبل ما يلحق البيبي بينام في سريره. بالرغم من ان ويل مبسوط بالفكرة وانه عنده اخ بطل خارق، لكنه بيكون غيران انه ملوش قوة وانه بالتالي هيبقى مجرد مساعد لتشارلي. وهو بيفكر في الكلام ده بيبدأ يتخيل البطل الخارق المفضل بتاعه اللي هو فلاينج ماسل. الشخصية دي بتنصحه انه يستخدم قوة تشارلي عشان يحارب الجريمة، بس هو اللي ياخد كل الشهرة لنفسه. ويل بيوافق على الفكرة، وتاني يوم بعد الفطار بياخد اخوه تشارلي لأعلى مبنى عشان يعملوا قاعدة سرية هناك. كمان ويل بيدي اخوه تي شيرت عليه حرف اس اللي هو اختصار لكلمة سبورت يعني مساعد، وهو بيلبس تي شيرت عليه حرف ام اختصار لماستر يعني السيد او القائد. واخيرا ويل بيقول لتشارلي انه هيوريه كل قوته، بس البيبي بيكون جعان وبيبدأ يعيط. انطون بيطلع بسرعة ببرونة من شنطته بيديها للبيبي، وكل ده طبعا ما كانش واخد باله ان في مبنى تاني قريب انطون كان بيراقبهم هما الاتنين بالمنظار. بعد ما تشارلي اكل ويل بيطلب منه يوريه قوته، وفي اللحظة دي بيشوف عربية نقل زبالة بتوصل وشكلها زي العربية اللي شافها قبل كده في المخزن. الولد بيقرر يجري ورا العربية، بس في طريقه بيلاقي شلة البلطجية بتوع المدرسة. البلطجية بيحاولوا يضربوا ويل تاني، لكن تشارلي بيطلع من عربية البيبي وبيمسك مناخير زعيمهم ويبدأ يرزعه في الأرض. الباقيين طبعا بيخافوا من الطفل وبيجروا يهربوا، وده بيخلي ويل بينبهر بأخوه أكتر وأكتر. وبعد الخناقة عربية الزبالة بتكون خلاص بعدت عنهم، بس تشارلي بيحط ويل في العربية اللي هو بيزقها وبيزقه بقوته وسرعته. وبعد مطاردة طويلة الأخين بيعرفوا يتسلقوا عربية النقل وبيوصلوا لقاعدة سرية تحت
الارض. جوه القاعدة بقى بيحاولوا يستخبوا، بس العربية بتعدي من ممر وبيتقفل عليهم باب الكتروني. ويل ما كانش مصدق انهم هيعرفوا يفتحوه، لكن تشارلي بيستخدم قوته وبيكسر الباب بسهولة. اول ما بيعدوا من الممر ده الاخين بيلاقوا اسلحة قتالية كتير وكمان هياكل خارجية للمعارك. ويل بيشك ان الحرامية دول بيسرقوا اسلحة وحاجات تكنولوجيا وتقنية، بس هو لسه ما يعرفش السبب، وبيكمل تدوير لحد ما بيلاقي معمل تحت الارض. وبما انه مكان ضلمة تشارلي بيخاف وبيطلب من اخوه يرجع علشان اهله وحشوه، بس ويل بيقوله انهم ما ينفعش يمشوا دلوقتي، بس اخوه لسه بيبي. ومرة تانية بيبدأ يعيط بصوت عالي في المكان كله. صوت العياط ده طبعا بيتسمع من اولاف ورجالة انفيريو اللي بيلاقوا الاخين وبيهجموا عليهم. ويل بيجري وهو شايل تشارلي في دراعه وبيدور بيأس على المخرج لحد ما بيلاقي سلم جوه ماسورة تهوية، وبيتسلق بأقصى سرعة يقدر عليها والمجرمين وراه على طول. لحسن الحظ الاتنين بيوصلوا لنهاية السلم وبيطلعوا من فتحة مجاري في ملعب كرة السلة، بس مفيش وقت يضيعوه فبيستخبوا ورا صندوق زبالة. وبفضل كده الأخين بيعرفوا يهربوا من الأشرار اللي بييأسوا من المطاردة وبيرجعوا للقاعدة من تاني. بعد ما خلاص اطمنوا انهم خلاص كده في امان، ويل بيكلم ابوه عشان يجي ياخده، بس تشارلي بيقول انه جعان وبيبدأ يعيط تاني. ويل بيفتكر لعبة كان اهله بيلعبوها معاه وهو صغير وبيبدأ يزغزغ اخوه عشان يهدى. بالرغم من صعوبات انه يكون اخ كبير، فرؤية تشارلي بيضحك بتفرح ويل جدا وبتقربه اكتر من اخوه الصغير. وبعدها بكام دقيقة ابوه بيوصل بالعربية وهو لابس درع قتالي جديد. حتى بعد فشلهم اللي فات قسم الشرطة قرر يديله فرصة أخيرة عشان يمسك اللص المتنكر ويختبر الأسلحة الجديدة اللي جابها مورد الشرطة الجديد. غير الدرع الضابط طبعا استلم سلاح تكنولوجي قوي فيه نظام أمان ضد المجرمين. وهم في الطريق بيجيله مكالمة من الشرطة إن اللص ده اتشاف في مدينة ملاهي. أول ما بيوصلوا المكان ويل بيعرض يساعد في مسك اللص، بس زي كل مرة أبوه ما بيسمعلوش وبيقوله يفضل في العربية. الضابط بعدها بيتحرك لوحده عشان يواجه الشرير، وتشارلي بياخد باله ان اخوه زعلان لانه اتساب لوحده، وعشان يواسي اخوه البيبي بيقوله انه فخور بيه قوي وبيتمنى يبقى ذكي وعنيد زيه لما يكبر. ويل بيفرح جدا بالكلام ده وبيحس بالذنب انه كان ناوي يستغل اخوه، وبيحاول يقول لتشارلي اخوه الصغنون الحقيقة، لكن بيسمعوا في راديو الشرطة ان اللص زرع قنبلة موقوتة في الملاهي. ويل بيخاف على ابوه جدا وعلى الناس انهم يتأذوا، فبيقرر انه يروح يساعد، لكن تشارلي بيرفض لان ابوه قال لهم هما الاتنين يفضلوا في العربية. بس مع ذلك ويل بيروح وبيوصل في اللحظة اللي ابوه بيحاول يواجه اللص المتنكر فيها. الضابط اللي هو ابو ويل بيقرر يستخدم مسدسه، لكن بياخد باله انه سابه جوه العربية، فبيجري بسرعة عشان يجيبه من العربية، بس بينسى نظام الدفاع اللي في المسدس وبيجيله صدمة كهربائية منه. تشارلي الصغنن بيشوف ابوه فاقد الوعي وبيحاول يصحيه، لكن بدل ما يستخدم قوته بيعض صباع ابوه بسنانه الصغننة. والخطة الحمد لله بتنجح، والضابط بيشكر ابنه انه صحاه في الوقت المناسب، وكمان بياخد باله ان ويل مش موجود، بس مفيش وقت يضيعه وبيمسك المسدس بتاعه وبيجري عشان يوقف اللص المتنكر. وهو راجع للملاهي الضابط بيوجه مسدسه ناحية المجرم وبيطلع طلقة طاقة بتزق الشرير بعيد. الطلقة دي بتخلي اللص المتنكر يتزق ويخبط في كذا حمام كيميائي اللي بيبدأ ينهار واحد ورا واحد، ومنهم بيقع فوق ويل بالظبط. الضابط بعدها بيشيل قناع المجرم واللي بيطلع أولاف مساعد أنطون. دلوقتي بعد ما تم القبض عليه مفيش غير انهم يوقفوا القنبلة، ومع اقل من 20 ثانية على انفجارها الضابط بيوقف العد التنازلي وبينقذ المدينة كلها. وعمله البطولي ده بيتعرض في نشرات الاخبار، والضابط بيذكر تشارلي انه صحاه في اللحظة الحاسمة. اما ويل فبيعرف يطلع من الحمام بس بيكون كله تراب وقرف، وصوره بتنتشر على الانترنت كلها، وده بيخلي ويل ضحكة في المدينة كلها. في معمل أنطون العالم بيقرأ عن القنبلة اللي كانت في الملاهي وبيكتشف انها كانت كلها خدعة مدبرة من انفوريو. هي استخدمت أولاف عشان ينتحل شخصية اللص المتنكر عشان الشرطة تقبض على المجرم الغلط، وهي تخلص تجهيزات خطتها النهائية. بالرغم من كل ده أنطون بيشوف فرصة
انه يبوظ خطط انفوريو لما بيشوف صور ويل المنتشرة. وفي صباح يوم من الايام العالم اللي هو اسمه انطون بيتبع ويل وهو راجع من المدرسة وبيقوله انه يقدر يساعده يبطل يكون مضحكة ويتحول لبطل، وبيديله كارت عليه عنوانه. ويل ما بيدققش قوي في انطون، ولما بيرجع البيت بيشوف عيلته بتحتفل بترقية ابوه عشان مسك اللص المتنكر. لكن ويل بيكون عارف ان ده مش المجرم الحقيقي وبيحاول يحذر الكل بس محدش بيصدقه كالعادة. ويل بيزهق وبيروح اوضة تشارلي وبيسيب شنطته على الارض وهو بيحاول يكشف عن هوية اللص المتنكر الحقيقية لوحده، وهو غرقان في افكاره ما بياخدش باله من اخوه اللي بيستخدم قوته التخاطرية عشان يشوف ايه اللي جوه الشنطة. ويا حظ ويل السيء البيبي بيلاقي ملاحظاته في الكراسة اللي بتتكلم عن استغلال قوة اخوه لمصلحته الشخصية. شارلي بيتجرح جدا من اخوه وبقوته بيطرده من اوضته وما بيبقاش عايز يسمع منه اي حاجة تاني. ويل طبعا مش عارف يعمل ايه، فبيطلع يستخبى في المكان السري اللي عملوه على السطح، وهناك بيرجع يتخيل صورة البطل الخارق بتاعه فلاينج ماسل. البطل بيقوله انه ما ينفعش يستسلم لخطته حتى من غير تشارلي، لسه ممكن يعتمد على مساعدة العالم اللي قابله في الشارع. ويل بيبص كده في كارت انطون وبيقرر يروح للعنوان اللي مكتوب فيه وبيلاقيه عايش في كرفان. العالم بيفرح لما بيشوف الولد وبيقوله انه يقدر يساعده ينقل قوة اخوه ليه، بس الاول لازم يديله جرعة سحرية هو اللي عملها. الجرعة دي في ازازة، وانطون بيقول انها هتخلي البيبي ضعيف مؤقتا. بالرغم من ان ويل مش متأكد لكنه بيوافق وبياخد الازازة في ايده وبيرجع البيت وبيديها لتشارلي. وبعد كده الاخين بيناموا، ولما ويل بيصحى بيروح يطمن على تشارلي وبيلاحظ انه تعبان جدا ومش قادر حتى يتكلم. ويل بيندم قوي على اللي عمله وبيطلع على عجلته عشان يدور على انطون ويطلب منه يلغي تأثير الجرعة. في نفس الوقت ده عيلته بتكون رايحة حفلة تكريم لأبوه الضابط عشان عمله البطولي، وكمان صاحب شركة الأسلحة الجديدة هيكون موجود عشان يخلي الضابط يمضي على ورق يسمح بشراء أسلحة أكتر لقسم الشرطة. وبنرجع لويل اللي بيوصل للكرفان بتاع أنطون وبيطلب منه بحزم إنه يلغي الجرعة اللي اداها لأخوه، لكن أنطون بيرفض وبيسيب الولد محبوس جوه الكرفان وبيقوله إنه هيروح ورا البيبي عشان يمتص قوته. أنطون بعدها بيخرج متنكر في شكل سواق وبيسوق عربية ليموزين عشان ياخد عيلة الولد للحفلة. ويل بيشوف إنه لازم ينقذهم فبيقدر يهرب من فتحة في سقف الكرفان وبيطلع على عجلته يدور على الليموزين. أول ما بيلاقي العربية ويل بينادي على عيلته، لكن أنطون بيشوف كل حاجة وبيرجع بالليموزين لورا فبيخبط في العجلة وبيوقع للأسف ويل على الأرض. بعدين بيدوس بنزين وبيمشي ومعاه تشارلي اللي بيكون ضعيف بسبب الجرعة. ولما كل حاجة بتبين إنها انتهت ويل بيشوف شلة البلطجية، لكن بدل ما بيضربوه بيدوله عجلة عشان ينقذ أخوه. ويل بيشكرهم على مساعدتهم وبينطلق بأقصى سرعة عشان ينقذ أخوه، بس لما بيوصل مكان الحفلة موظف الاستقبال بيمنعه إنه يدخل. في نفس الوقت أنطون بيسيب العيلة جوه وبيقول إنه هياخد شارلي لأبوه عشان فقرة العرض. ويل بيشوف الراجل وهو بياخد أخوه من الشباك وبيحاول يلاقي طريقة يدخل بيها لحد ما بيلاقي شباك المطبخ مفتوح، وجوه بيشوف أنطون وهو بيحط تشارلي جوه الجهاز، وأول ما بيشغله سائل أخضر بيبدأ يطلع من الناحية التانية. العملية بتخلص وتشارلي بيبقى من غير قواه، والعالم على وشك إنه يشرب السائل عشان يبقى الشرير الخارق الجديد. لكن قبل ما يعمل كده انفوريو بتظهر في الأوضة وبتسأله أخوها بيعمل إيه. أنطون بيحاول يتمسكن وبيقول إنه بيختبر اختراع جديد، فويل بيستغل إنهم مشغولين هما الاتنين وبيبدل الوعاء اللي فيه السائل بكوباية قهوة. الخناقة بتكمل وأنطون بيقرر ياخد الكوباية من الجهاز وبيشربها وهو بيعلن لأخته إنه بقى عنده قوة خارقة هو كمان. العالم بعدين بيهجم عليها بلكمة لكنه بياخد الصدمة، بيلاقي إنه هو لسه ضعيف، وإنفوريو بترد الضربة وبتحبس أخوها في الأوضة، والله يستاهل. بعد كده انفوريو الشريرة بتخرج وويل بيجهز عشان ياخد أخوه ويمشي. فجأة بيشوف الكوباية اللي فيها السائل اللي فيه القوة. في الأول ويل بيجيله إغراء إنه يشربها ويتحول لبطل خارق جديد، لكنه بيلاحظ إن تشارلي من غير قوته ما بقاش قادر يتكلم زي الأول. ويل بعدها بيفتكر كل الأوقات اللي قضوها سوا
وازاي بقوا اقرب لبعض بفضل قوة تشارلي. ومع كل ده الولد بيرمي كل ده على جنب وبيدي تشارلي السائل علشان يشربه، لكن البيبي بيكون لسه ضعيف. الامور بتزيد سوء لما بيسمع ان الحفلة هتبدأ كمان شوية وابوه هيمضي على ورق شراء الاسلحة، فبيشك ان دي خطة تانية من الشريرة المتنكرة. فالولد بيجري على مكان الحفلة وبياخد الورقة وبيهدد انه كمان هيقطعها. ابوه بيسأله انت ليه بتعمل كده، والولد بيقوله ان الحفلة كلها خدعة معمولة من اللص المتنكر الحقيقي. الضابط اللي هو ابوه بيسأله طب مين هو، ودهشة الكل بتظهر لما ويل بيشاور على صاحبة شركة الاسلحة. زي ما هو متوقع كله بيشوف ان ده كلام عبثي وبيبدأوا يضحكوا على الولد. وللمرة التانية ويل بيحس بالإهانة لكنه بيشوف زرار مستخبي في الإبزيم بتاع حزام الست دي اللي هي انفوريو، وأول ما بيدوس عليه بيشغل الآلية في بدلة انفوريو التكنولوجية. وبعد ما هويتها انكشفت الشريرة بتقرر تاخد حقها وبتمسك ويل وبتطير بيه في السما فوق. وأول ما بتمشي بيه مسافة طويلة انفوريو بتسيب ويل في الهوا، لكن في اللحظة اللي كان باين انها نهاية الولد تشارلي بيظهر وبقواه اللي رجعت له بيطير وبينقذ اخوه في الوقت المناسب. بالرغم من كده الشريرة لسه مش عايزة تستسلم وبتتحدى البيبي في مبارزة، وتشارلي بيقبل التحدي وبيقوم يضرب الست حتة لكمة. المعركة بتبقى شرسة وكل ده بيحصل في السماء، والاتنين بيروحوا فوق اسطح البيوت وبيمسكوا اجراس كنيسة وبيبدأوا يضربوا ويطحنوا في بعض بيها كأنها سيوف. وفي هجوم مفاجئ انفوريو بترمي الجرس على تشارلي، بس البيبي بيعمل بوابة سحرية وده بيخلي الجرس يرجع يخبط في الشريرة تاني. هي بعدها بتغير خطتها وبتمسك اهل تشارلي وبتطير بيهم لبعيد، لكن البيبي بينقذهم بعمل حقول طاقة عشان تحميهم. لكن انفوريو بتستغل تشتيت تشارلي وبتضرب عليه شعاع ليزر وبتزق البيبي لورا لحد المطبخ. جوه المطبخ الشريرة بتجهز عشان تدي الضربة النهائية بشعاع التصغير بتاعها اللي ما كانتش عاملة حسابه ان انطون بيقدر يطلع من الأوضة اللي كان محبوس فيها وبيرمي صينية ستيل، وده بيخلي شعاع التصغير يرتد ويرجع يخبط في انفوريو. بالرغم من ان حجمها بقى قد اللعبة الشريرة لسه عندها قواها وبتوجه الأشعة ناحية أخوها. في نفس اللحظة دي ويل بيشوف جهاز امتصاص القوة وبيمسكه عشان يستخدمه ضد انفوريو. تشارلي بيفهم بسرعة أخوه ناوي على ايه، وبقوته الخارقة بيزق انفوريو ناحية الجهاز وويل بيشغله. الجهاز بيمتص كل طاقة الشريرة، وبعد ما اتهزمت الشرطة بتحبسها في صندوق. وفي نفس الوقت ده بقية الضيوف بيهنوا ويل وتشارلي على إنقاذ اليوم. في نفس اللحظة دي أنطون بيحاول ياخد السائل اللي فيه قوة أخته، لكن ويل بيوقفه وبيقول إن القوة الخارقة ما ينفعش تروح إلا للي يستحقها. أخيرا تشارلي بيستخدم قوة تانية من قواه وهي التنويم المغناطيسي وبيمسح ذاكرة كل الناس ما عدا ويل من كل اللي حصل. بفضل ده محدش بيفتكر ان البيبي عنده قوة خارقة والاخين بيقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعية من تاني. بعدها بكام يوم ويل بيساعد في تنظيم حفلة عشان يقدموا الكتاب الجديد اللي كتبته مامته عن تشارلي البيبي اللي عنده قوة خارقة. هي ما كانتش تعرف ان القصة مبنية على احداث حقيقية والكتاب بيحقق نجاح كبير بسرعة. اما بالنسبة للاخين فهم بيبقوا اقرب لبعض اكتر من اي وقت فات، وبقوا بيحاربوا الجريمة بفضل ذكاء ويل وقوة البطل الخارق الجديد للمدينة اللي هو سوبر تشارلي. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. قولولي في الكومنتات حابين نلخص ايه تاني بعد كده، وخلينا نكمل مغامراتنا مع بعض في كل فيلم جديد.